السلام عليكم. تعالوا نعمل كده حاجة كده لجوع آخر الليل كسناكس كده بالليل، جنب شوية فول والله حتى حلو جدا جنب أي حاجة. تمام. أو حتى كمقبلات بديل كده السمبوسة في العزومات. يعني بدل منها ممكن تعملي الجلاش ده. أصابع الجلاش دي تحفة وخطيرة وسهلة وبسيطة. تعالوا في البداية نصلي على خير الأنام حبيب الرحمن ومسك الختام المصطفى عليه الصلاة والسلام. معايا كده حوالي نقي كام بصلة كده 3 4 بصلات من البصل اللي عندك الصغير. البصلة الكبيرة هتقطعيها على 4 والبصلة الصغيرة هتقطعيها على 3. يعني ايه كمكعبات كده، بس تقطعيها 4 مكعبات والصغيرة قطعيها 3 مكعبات او حسب ما تيجي معاكي، بس تبقى كبيرة. ونفس الكلام الفلفل الاخضر برضه هنقطعه مكعبات بالشكل ده. هتفرق طبعا يا جماعة في العمايل بتاعتها. يلا بقى انزلي بيه معلقة او 2 من الزيت. تمام، بسيطة كده مش كتير، مش عايزاها كلها تنزل زيت كده. تمام زي ما اتفقنا كده. عايزه تعمليها في الاير فراير حطيها، مش ضروري خالص انك تقليها. تمام. معلقتين هنا من الزيت هنا عشان نعمل بس الميكس الحشو دوت. تمام. الخطير دوت بصل كده معانا هنزلنا بيه يدبل بس دقيقه او دقيقتين، ووراه على طول ننزل بالفلفل اللي قطعناه. تمام. وعلى طول لو عندك كمان جزر مبشوره حطيها، طبعا الايام دي الخضار ما شاء الله عليه كتير. تمام. لو عندك جزر حطيه. حطي كمان هنا شويه فلفل اسود، ما تحطيش ملح طبعا عشان يبقى عندك الجبن كلها يبقى يعني اكيد مملحه، فلو حساها عدمه او ممكن تحطي سن ملح بسيطه خالص خالص. انزلي بقى بالجبنه الفيتا. الجبنه الفيتا دي اساسي. تمام. انما الموتزاريلا والميكس الجبن او الشيدر والكلام ده موجود مش موجود ما تضايقهاش على نفسك، اعمليها بالمتاح عندك. جمعي كده الجبنه اللي في التلاجة كلها حطيها. تمام. اخر حاجه بقى دي ما بتستغنيش عنها عشان بجد بتبقى هي بتغير، يعني بتبقى بتدي طعم تحفه للحشوه دي، اللي هي الجبنه الرومي. الجبنه الرومي بقى تاخد كده يعني سخونيه الطاسه وتطفي عليها. تمام. حطيها بس تاخد السخونيه وخلاص على كده. تمام. ويا سلام كده لو قرن سبايسي بقى وانتي بتحطيه عادي حطيه، بيبقى يدي طعم تحفه جدا. وكمان لو زيتون كمان شرايح، بس انا ما كانش عندي للاسف. قطعت في الاول 4 تربع، وكده خدت الربع قسمته كمان على 2 تاني. يعني لفه الجلاش دي ممكن تعمل معاكي يعني مرتين كمان. تمام. تعملي الطبق اللي انا عملته ده كله وتعملي قده تاني من نفس اللفه. تمام. اللي هي نص كيلو زي ما انت شايفه كده بالشكل دوت. وتبتدي تدهني بس الحروف بتاعتها، وتبتدي تحشيها كانك بتحشي بالظبط كانك زي بتحشي ورق عنب كده. تمام. بس الموضوع سهل جدا وبسيط. وتبتدي كمان هنا يعني خلاص يبقى احنا كده حشيناه، اصابع لفيناه وفي الزيت نزلناه، وكده هبتدي بالشكل ده. كمان هنحمره. تمام. وعلى الوشين كده نديه نفس اللون، وناخد بالنا انه النار بعد كده تبقى على وسط، ما تبقاش عاليه على جلاش عشان خاطر ما يحمرش وياخد لون زياده معايا. وبالشكل ده هيكون شكله زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. قلبيه. شايفه اللون اللي خرج معانا، احنا عايزينها بالشكل ده. تمام كده. وبعد كده تبتدي بقى تحطي الكميه اللي بعديها، ويبقى كده خلصتي الجلاش بتاعك. وبالشكل ده قدميه بشويه كده من الشبت او حاجه فوقيها حطيها. وبعد كده لايك وشير اوعي تنسيه. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.